عارف انت لما تفكر طول الوقت ان انت هتنجح، اما لو فكرت ان انت مش هتعدي فغالبا مش هتعدي. ريحوا بقى من المذاكره شويه وتعالوا، جبتلكوا السر. كتاب السر بيقول ان في حاجه مهمه بتتحكم في حياتك اللي هي قانون الجذب. يعني انت بتبقى عامل زي المغناطيس، يا اما بتلم الحاجات الحلوه ليك وتجذبها في حياتك، يا اما بتلم الطاقه السلبيه والحاجات الوحشه. يعني انت لو صاحي على الصبح تقول ان النهارده يوم كده مش باين له ملامح وان انت مش متفائل، هتلاقي اليوم ده بالذات الدنيا زحمه وهتوصل المحاضره متاخر والدكتور مش هيرضى يدخلك، وهتلاقي اليوم ده بالذات نسيت المحفظه في البيت، فكده مش هيبقى معاك فلوس تاكل، وكمان صاحبك اللي كان هياكلك ما جاش النهارده لان انت من الاول قفلت اليوم في وشك وجذبت الطاقه السلبيه. فاستحمل بقى. فالاحسن ليك انك تشغل المغناطيس على الحاجات الحلوه وقانون الجذب هيشتغل معاك. بس في شرطين علشان يشتغل. اول شرط ان التفكير يبقى مستمر، يعني طول الوقت تفكر في الحاجات اللي انت عايزها وانت صاحي وانت نايم وانت بتذاكر وانت بتستحمى، ما تنساش طول الوقت. الشرط التاني يبقى عندك شعور حلو كأن الحاجة دي اتحققت. يعني انت لسه ما خلصتش مذاكرة ولكنك بتتخيل ان انت نجحت وقفلتها وبتتكرم كمان، وزي ما بيقولوا كده fake it till you make it. واول ما المغناطيس يشتغل هتلاقي الدنيا مشي، ولو ما اشتغلتش بقى اتفزلك عادي. وكان معاكوا فيروز من أوضة عادي.